ادارات الانديه في الدوري المصري بتلعب بالاهلي لعبه حرفيا، وتعالى اوريك ازاي. وازاي دي هتبين لك ان اداره الاهلي اصلا ماشيه بعشوائيه كبيره من غير اي تخطيط. اول حاجه صفقه الاهلي الاولى عمرو الجزار، الاهلي جايبه ب 60 مليون جنيه مقابل احمد رضا، ومش عارف اصلا بناء على ايه. هل عمرو الجزار ده مدافع اللي هو الفذ قوي؟ بصراحه لا. هل مثلا بيعرف يخرج برجليه وعنده شخصيه والكلام ده كله؟ انا شايف ان هو لا، هو لعيب جرينتا وخلاص. وبرده الاهلي كان عايز اسامه فيصل، فالبنك الاهلي بقى ما هو لقوا نادي مغفل راح قال لهم 100 مليون. خلصنا البنك رحنا على سيراميكا، ورحنا عشان خاطر نشتري الكابتن مروان عثمان، وقلنا لسيراميكا احنا عايزين مروان عثمان. قالوا لنا انتوا هتاخدوه اعاره بس 6 شهور، وهيبقى ليكوا احقيه شراء الموسم الجاي. بس البند ده مش هيتكتب، ده بند شفوي ما بيننا وبين بعض. والمقابل هناخد منكم عمر كمال واي لعيب تاني، وكان تقريبا العين عليه محمد عبد الله. طب محمد عبد الله قال لهم لا، انا مش هروح سيراميكا، يا تلعبوني في الاهلي يا مش هحترف بره. فالاهلي قال للواد خلاص اقعد، وهنودي عمر سيد معوض. طلع عمر سيد معوض قال لهم لا، انا يستر مقتنع بيا، انا عايز اقعد واخد فرصتي هنا. فالاهلي برده راح قال له اقعد، وهنودي لهم كريم فؤاد. علي ماهر ما اقتنعش بحوار كريم فؤاد، راح اقنع محمد عبد الله، ومحمد عبد الله غالبا بنسبه كبيره هو راح سيراميكا كليوباترا. ووسط حوار مروان عثمان ده كنا بنكلم المصري على احمد عيد، اللي انا ما اعرفش هو جاي ليه. هل هو لعيب جامد؟ لا، هو مش اساسي في فرقته اصلا. هل هو ده اللعيب اللي قادر ينافس محمد هاني؟ بصراحه لا. في حين ان الاهلي عنده لعيب اسمه ابراهيم الاسيوطي لعب مع الاهلي كاس الرابطه، اثبت بالامكانيات الفرديه ان الواد ده عنده حاجه تتقدم، بس اللي اشتغل عليه كويس. ونفس الكلام لمحمد عبد الله، الواد ده جاي له عروض كتير جدا من بره، وبستغرب الاهلي ازاي اصلا عايز يمشيه اعاره وما يستفادش بيه. يعني لعيب زي ده معدل اعمار الوينجات اللي الاهلي عنده عالي، الاهلي عايز يمشي ده اعاره وخلاص، يعني احنا مش عايزينك. طب ليه يا عم؟ انا مش فاهم. يعني هل الاهلي مثلا عنده خطه ماشي بيها؟ لا، دي خطه عشوائيه، دي عشوائيه كامله، واحنا بنروح في داهيه.